السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة فول مدمس عشان السحور. كل سنة وانتم طيبين. كيلو من الفول نقعناهم من بالليل في مية سخنة طبعا. انا هعملهم في حالة الضغط عشان يبقى سريع. بعد ما تنعهم بقوا معانا بالشكل ده، عليهم ربع كيلو فول مدشوش او الفول مفصص، كلنا كمصريين عارفينه يعني. ومعانا كوبايتين من العدس، زي مقدار ربع كيلو كده برضو. نزلنا عليهم ونزلنا عليهم بالمية السخنة، وطبعا هنقفل عليهم حالة الضغط كويس ونرفعهم على النار. طبعا انا عامله في حاله الضغط عشان يبقى اسرع معايا في الوقت، لكن انت ممكن تعملوهم في القدره بتاعتك براحتك خالص، وتوطي عليهم النار بعد ما يغلوا، وتزوديهم ميه سخنه كل ما يحتاجوا. كده بعد ما رفعناهم من على النار ونزلناهم استوى خالص الفول بتاعنا. نعمل بقى، نجيب كوبايه دقيق وعليهم معلقتين كبار من الكركم، ونقليهم كويس مع بعض ونخلطهم بالميه، وننزل على الفول بتاعنا اللي احنا سلقناه، اللي احنا ننزل عليهم كويس قوي ونقلبهم كويس قوي، لان دول هيدولهم طعم وهيخلوا الفول بتاعنا في حته تانية خالص زي الزبده. كده بعد ما رفعناهم من على النار ونزلناهم، والله الفول طعمه جميل جدا، مش محتاج اي حاجه، هي تركايه بسيطه جدا وبالف هنا وشفا. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان سعيد علينا وعليكم.